جواز شريف سلامة، حب جديد وخيانة علنية. نيللي كريم الضحية الجديدة، ودينا الشربيني ورانيا منصور أسباب طلاقه. جوازة جديدة في الوسط الفني، خان مراته أكتر من مرة ولسه ما طلقهاش رغم كل الإشاعات. زوج عنيف وأخته مقوية قلبه، بيستفيد من الشائعات في الترويج لأعماله الفنية داخل الموسم الجديد بفيلم ومسلسل وحب جديد. شريف سلامة ترند الموسم. في الأيام اللي فاتت رجع اسم الفنان شريف سلامة يتصدر الترند تاني بعد ما انتشرت أخبار عن جوازه الجديد على السوشيال ميديا بشكل سريع جدا. الخبر ده عمل دوشة كبيرة، خصوصا إن في رد فعل قوي من الفنانة داليا مصطفى واللي لسه علاقتها بشريف فيها كلام، والطلاق بينهم ما تمش لحد دلوقتي بشكل رسمي. ومن أول ما طلع خبر جواز شريف سلامة الجديد الناس كلها بقت بتسأل هو فعلا اتجوز ولا دي مجرد إشاعة زي غيرها، خصوصا إن شريف بقى معروف الفترة الأخيرة إنه من أكتر النجوم اللي بيتعرضوا لشائعات تخص حياته الخاصة، من أول علاقته برانيا منصور ولحد علاقته بدينا الشربيني. والحقيقة إن كل فنانة شاركت شريف سلامة في عمل فني كان ليها نصيب من ترند الارتباط بيه، ويمكن السبب في كده الكيمياء اللي بتربط شريف بالممثلة اللي بتشاركه البطولة، وإنه بيعيش الدور قوي حتى ورا الشاشة. وإن كانت الإشاعات دي سبب في تدمير حياته الزوجية، لكنها كانت سبب في نجاح أعماله والترويج ليها، وفي إنه يكون أهم فنان في جيله والأمور تأثر في الجمهور. لكن الإشاعة المرة دي كانت عن فنانة جديدة وكبيرة وليها اسم كبير في الوسط الفني، ده غير إنها انفصلت عن زوجها في نفس توقيت انتشار إشاعة انفصال شريف سلامة عن زوجته داليا مصطفى، وهي الفنانة نيللي كريم. وارتبط اسم شريف سلامة ونيللي كريم بالجوازة الجديدة، والناس رددت الكلام كالعادة بدون تدقيق مع هاشتاج جوازة شريف سلامة ونيللي كريم. ولكن الحقيقة كانت فيلم جديد بيجمع شريف ونيللي واسمه جوازة في جنازة. ولكن الإشاعة رجعت تظهر تاني بشكل مختلف، وهي إن شريف بيعيش قصة حب مع بنت من بره الوسط الفني. وبعد انتشار الإشاعة دي ظهرت داليا مصطفى في عيد ميلادها بحضور قوي ونيو لوك وفستان أنيق، وكانت بترقص وتغني وبتحتفل مع صديقاتها من داخل وخارج الوسط، وتجاهلت الرد على إشاعات اللي تخص شريف. لكن الناس علقت وقالت إنها بتبالغ في رد فعلها علشان تثبت إنها مش متأثرة. ومن أبرز الاتهامات اللي طالت شريف سلامة إنه زوج عنيف وخائن وبتاع ستات وأناني ومعتمد على زوجته في كل حاجة. وده ما كانش كلام إشاعات، ده كان كلام داليا مصطفى اللي شاركت في أكتر من برنامج تلفزيوني بعد إثارتها الجدل بخصوص طلاقها ورفضها نفي أو تأكيد الخبر، وقالت إنها بترفض العنف الأسري وإنها مستحيل تستمر مع زوج بيضربها ويعتدي عليها. وقالت كمان لو جوزي ضربني هضربه. ورغم إن الناس ربطت كلامها بإنها بتلمح عن علاقتها بزوجها، لكنها ما بررتش ومعلقتش وسابت الكل يتكلم ويوجه لشريف اتهامات قاسية جدا. داليا في انتقامها الذكي من شريف سلامة أكدت في كل مرة إنها مش هتتكلم عن حياتها الشخصية، وإنها مش هتسمح للناس تتكلم عن حب 17 سنة، ولكن بتدي الفرصة لمقدم البرنامج يسألها بشكل غير مباشر وهي تجاوب بإجابات تبين قد إيه هي كانت زوجة مقهورة ومخدوعة وبتقوم بكل حاجة لوحدها، وبتقول كده وهي الدموع في عيونها. وطبعا الكل قال إنها تقصد شريف سلامة. وكانت المفاجأة إن كل الكلام عن انفصالهم مجرد إشاعة، وإن الطلاق ما تمش بشكل رسمي، وإن لسه لحد دلوقتي في محاولات من العيلة للصلح بينهم علشان ولادهم. وده كان كلام منال سلامة أخت شريف سلامة وزوجة المخرج الكبير عادل أديب، أخو الإعلامي الكبير عماد أديب، واللي كلهم دافعوا عن شريف ولسه بيتوسطوا للصلح بين الطرفين. لكن في نفس الوقت داليا كانت واضحة جدا في تصريحاتها وقالت الخيانة ما بتتغفرش والعنف مرفوض تماما، ولو حصل هتسيب العلاقة فورا. وطبعا دينا الشربيني ما كانتش أول ضحايا شريف سلامة في إشاعات الحب والارتباط، وسبقها رانيا منصور واللي تسبب مقطع فيديو ليها مع شريف في ضجة كبيرة في الأعلام والسوشيال ميديا. والفيديو كان من كواليس مسلسل أسود فاتح اللي تم تصويره في لبنان، وظهر فيه شريف سلامة قاعد جنب رانيا منصور والاتنين بيسمعوا أغنية وبيضحكوا كأنهم في خروجة خاصة. الفيديو ده انتشر على السوشيال ميديا وتحولت لقطة عادية من الكواليس لقصة حب كاملة، والناس ربطت المشهد بالشائعات القديمة عن خلافاته مع داليا مصطفى. وبدل ما الفيديو دي يتنسي بقى مادة دسمة للعناوين: خيانة جديدة، رانيا منصور السبب في طلاق شريف سلامة، مع إن رانيا طلعت بعدها مصدومة وقالت كنا رايحين تصوير وبنسمع أغنية، مفيش الكلام ده خالص، ده غير كلام عن علاقاته المتعددة ومعجباته الكتير.
لكن كل ده مأثرش عليه كنجم دراما وسينما. ورغم فشل حياته الشخصية والمشاكل الكتير اللي بيمر بيها، لكنه بيعيش أهم فتراته الفنية، وهيكون الفترة الجاية نجم الموسم، مش بس بأفلامه ومسلسلاته لكن كمان بإشاعات حب جديد.